دلوقتي تقريبا الساعة 5 الصبح، والجو طبعا زي ما انتم عارفين كده في عز التلج. قابلت الست الكريمة الطيبة دي، فبقول لها بتعملي ايه يا ست الكل؟ فقالت لي انا لسه نازلة ولسه هستفتح واقول يا رب يا كريم. فتعالوا نعرف كده حكايتها ايه. ازيك يا ست الكل؟ يا سلام. عاملة ايه؟ الحمد لله يا حضرتك حبيبي. ايه؟ رضا حبيبي. كل حاجة تمام؟ رضا والله الحمد قولي لي لله. بتشتغلي الشغلانة دي من امتى؟ والله يا ابني اديلي كده يجي سنه وشويه. انا كنت بشتغل في البيوت الاول، تمام. بس لما جاني غضروف استغنوا عني. ما اقدرش لما غزوات امسح والكلام ده. الله يسلم صحتها. فواحده اقترحت علي اجيب شويه ولاعات وشويه مناديل وكمامات. قلت ماشي. الحمد لله على كل حال. انا جوزي متوفى دول 12 سنه، سايب لي 3 بنات، جوزت بنتين ومعايا واحده. مش طالبه حاجه من ربنا وستر البنت الثانيه وخلاص. ما اطلبش حاجه من الدنيا تاني، ومش عايزه حاجه اكل مذهب ملح، بس اسطر بنتي التانية بس. ومش عايزه حاجه تانية من الدنيا. واولاد الله يهديهم ويصلح لهم حالهم. انت بتقولي ادعي لي ربنا يهديهم. عشان يهديهم يبصوا لامهم. ما فيش سؤال الام، فين الام؟ فين بالوالدين احسان؟ يعني ما حدش بيسأل عليك؟ والله يا ابني والله بكتاب ربنا ما حد بيساعدني ولا يديني جنيه، ولا حد بيقول اختي جبت لها حاجه ولا ما جبت. يعني اختهم ومستنيين فيها؟ والله ما هم بيسالوا عندهم كام فيهم. سنة؟ ده واحد عنده معدي ال 30، وواحد يعني معدي كبار. كبار، واحد معاه 4 عيال وواحد معاه 5 عيال، يعني مش صغيرين. طب بس مش الأم يمكن دي- ظروفهم برضه صعبة؟ لا، الام يا ابني معلش طب معلش، طب السؤال مهما ملوش كان علاقة. ظروفك امك امال هو ربنا قال لك الام ازاي؟ انا بسمع القران بيقول لك بالوالدين احسان. انا مش لاقي احسان، انا مش لاقي احسان. الحمد لله. بص كفايه كده، كفايه بص على ايدك بالدنيا بحالها. مش بالفلوس ولا لا حاجة. لا مش عايزه فلوس. اه. قسمت لك بالله لو بيخش على يعمل لي كده. مش عايزه فلوس، مش عايزه، بس يسأل الام. مش عايزه حاجه، وبالوالدين احسان بيقول لك كده. فلله الحمد. امانه عليكم ما تزعلوش والديكم، امانه عليكم. وغضب الوالدين وحش، بس مش قادرين نغضب عشان احنا امهات. طبعا قلبك مش هيطول. والله العظيم ما بقدر اسيبهم في شدتهم، برضه القى عنده حاجه اطلع اجري. والله القى محتاج اديله من اكل عيشه، ما بيهونش عليا. قولي لي طب انت بتبيعي ايه؟ قولي لي بتبيعي ايه؟ ولاعات بتبيعي ومناديل. ولاعات ومناديل؟ اه ببيع ولاعات وببيع مناديل وكمامات مناديل وولاعات وكمامات. وكمامات. مش ولاعات. طالبه حاجه من ربنا غير ستر بنتي بس. عايز اسطرها يجي ابن انت الحلال كل يوم يستاهل. بتنزلي في الوقت ده؟ اه الساعة 5 الصبح 5 4 4 بتقعدي هنا كده في المكان ده على طول؟ لحد الظهر. بعد الظهر لما ازهق من الشمس اقوم اروح عشان مش بستحمل تفضلي الشمس. قاعدة نفس القعدة دي؟ زي ما انت شايفني كده لحد بعد الظهر. الساعة 1 الساعة 2 إن ربنا فيه رزق كده بقعد للعصر. ما ارجع الدنيا يعني مخبطة كده اقوم اروح بس. طب واشمعنى اشتغلت الشغلانة دي؟ يعني ما انا ما فكرتيش لقيتش في حاجة، تانية؟ يعني انا معيش دخل ان انا اشتغل في حاجة تانية. اه. ناس قالوا لي هات خضار وطماطم وحاجات وبيع، بس انا معيش دخل. معيش صراحة، يعني معيش ده دخل. ده بيكلف فلوس كتير؟ الخضار يكلف فلوس كتير. دي دستة المناديل ب 20 جنيه. اهل الخير زي كده الله يبارك لهم ويصلح لهم حالهم بيرضون. اخد حاجتي واروح. الحمد لله. ربنا يعينك. الحمد لله على كل حال. انا راضيه الحمد لله، والله الحمد لله. ده ربنا كبير قوي، ده ربنا ليه نعم كتير علينا واحنا مش عارفين بيها. نعم. والله دي نعم كتير قوي. وصلت يا حبيبي للموت. اهل الخير اللي زيك اللي وقفوا في جري وربنا اولهم. انا كنت خلاص على فراش الموت. انا عندي حساسيه على صدري من الدخان بتاع العربيات يعني وهي بتعدي كده. رحت للدكتور قال لي انت عندك حساسيه على صدرك. رحت قلت له طب انا اعمل ايه يا ابني؟ انا ببيع شويه طلبات وبسترزق بيهم. قال لي لا يا حاج ده وحش على صدرك. موقف وانا وصلت للموت. حجزت في المستشفى 20 يوم بتاع الصدر،
ويعني هي المفروض كان شهر، بس انا ما عشان دخلي ما فيش وبنتي طلعت قبلها ب10 ايام. والحمد لله دي وصلت للموت، قلت يا رب ما تغفر. ربنا وقف جنبك. والله وقف جنبي ما سابني يا رب، تحية حبيبك النبي، عيني ما يغطاها التراب غير لما اسطر بنتي. بنت اسطرها اسيبها في الزمن الوحش ده يبني وما فيش اخ حنين عليها؟ ما ينفعش. قولي لي اسم حضرتك ايه بس ما عرفتنيش بيه. اسمها ملح. امل احمد. عندي 53 سنة الحمد لله. قاعده فين اصلا؟ قاعدة في ابو رواش. ابو رواش. وبجاوز زي ما انت شفتني كده بس. فالواحد يرجع ويقول الحمد لله. انت راضيه؟ الحمد لله، وعلى اقل من كده راضي. الحمد لله. امك قالي لي يجي 10 سنين ما جبت الجلابيه. قالي لي يجي 10 سنين ما جبت الجلابيه. بس الحمد لله والواخر الله اكبر الله اعظم. الفجر بيأذن. الحمد لله انا مش عايزه غير حاجه، مشروع اكل منه عيش بحلال طيب واسطر بنتي، اكتر من كده مش عايزه حاجه من الدنيا تاني خالص. عايزه بنتك حاجه. عندها كام سنه؟ ده معديه 20 سنه، جالها عريسين بس انا مش جاهزه. متعلمه؟ لا قعدتها من ساعه الثوره. ساعه الثوره كان ابوهم عشان السمايل. المصاريف ولا خفتي عشان عليه؟ لا خوف ومصاريف. مش هكدب عليك، انا وليا بطلانه بروح من هنا عايزه حد يعمل لي لقمه اكلها وشويه الشاي وانا. ربنا انت يهديك. ست طيبه الحمد وجميله. لله يا رب يبارك والله لك يا ومكافحة. ابني، يا رب يكفيك شر ربنا ان المرض شاء يا الله ابني، هيعوضك خير يصلح بإذن لك الله. الحال ويجعلكم يخليك مسطورين لينا. ويكفيك شر المرض يا يا ابني، رب. ويكفيكوا شر الطريق، ويجعلكم في كل خطوه سلام، ويجعلكم حلوين لفعل الخير على طول يا ابني يا رب، ويجعل في ميزانات تستاهلي حسناتك. كل خير والله الحمد يا لله يا حاج. حبيب قلبي، ربنا يخليك. ويجعل في ميزانات حسناتك يا رب. تقولي ايه للناس اللي تبقى قاعده ويقولوا مفيش شغل ويفضلوا واقفين في لا مكانهم؟ لا ده يفحطوا الصخر، الصخر يفحطوه عشان يجيبوا الجنيه بالحلال. الحمد لله. انت راضيه؟ الحمد لله، وعلى اقل من كده راضي. الحمد لله. امك قالي لي يجي 10 سنين ما جبت الجلابيه. اهل الخير زي كده الله يبارك لهم ويصلح لهم حالهم بيرضون، اخد حاجتي وراهم. الحمد لله. ده ربنا كبير قوي، ده ربنا له نعم كتير علينا واحنا مش عارفين بيها. نعم. والله دي نعم كتير قوي.